تخيلوا ليلة هادية والدنيا ضلمة، وفجأة صوت بيهمس من بعيد. بنت بتصرخ كأنها محبوسة في عالم تاني. نهى بنت زي أي حد فينا، قررت تتحدى كل حاجة وتدور على إجابات، بس لقيت نفسها وسط كابوس مليان غموض ومخيف. لو هتقدروا تكملوا معانا القصة وتشوفوا ايه اللي مستنيها، يلا استعدوا الرحلة مرعبة. بس ما تنسوش لو عجبتكم القصة اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وقولوا لنا في التعليقات انتوا بتسمعوا القصة دي منين. حكايتي بدأت من لما كان عندي 7 سنين. في يوم كنت بلعب في جنينة بيتنا، وساعتها أمي نادتني قالت لي: نهى، يا نهى، سيبي اللي في ايديكي وتعالي اتغدي، الأكل هيبرد. جريت على البيت وغسلت ايدي بسرعة ورحت ناحية السفرة، وأول ما قعدت عشان آكل ماما قالت لي: استني يا نهى قبل ما تاكلي، فين بسم الله الرحمن الرحيم؟ ولا انت عايزة الشيطان ياكل معاكي؟ رديت وقتها بكل براءة: بس الشيطان بره يا ماما، أنا لما دخلت البيت سميت الله، يعني كده هو فضل بره. بسبب كلامي بابا وماما فضلوا يبصوا لبعض، لأن سؤالي كان منطقي: ما دام الشيطان بره يبقى ازاي هياكل معانا؟ لكن بابا ابتسم وهو بيقول لي: بصي يا حبيبتي، طالما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب مننا ان احنا نعمل كده يبقى لازم ننفذ، وما نسألش ليه وازاي، لان هو دايما صح. حاضر يا بابا، بس هو ليه ربنا ما خلناش نشوف الشياطين؟ يعني لو كنت بشوفه كنت هعرف ازوغ منه. بابا ضحك من كلامي عكس ماما، اللي حطت الأكل قدامي وهي بتقولي: وبعدين معاكي يا نهى، بطلي رغي، خلصي أكلك وسيبك من سيرة الشيطان، إلا لو ما بطلتيش هيطلع لك بالليل ويخوفك جامد، وانتي حرة بقى. يعني ربنا خباه عننا علشان هو شكله وحش ويخوف؟ أيوة طبعا يا نهى، وده رحمة من ربنا بينا. طيب هو ليه ربنا خلق أصلا حاجة وحشة وخلقنا إحنا حلوين؟ وبعدين معاكي يا نهى، مش قلنا بطلي رغي، خلصي أكلك؟ طب سؤال أخير يا بابا، هو الشيطان شكله عامل إزاي؟ يا بنتي وأنا هعرف شكله منين؟ اسألي أمك. انتي تعرفي شكله يا ماما؟ أيوة طبعا أعرف شكله، عنده قرون في دماغه زي قرون الجد، وحوافر زي حوافر الحصان، وأنياب زي أنياب الخفاش. مم. طب وانتي عرفتي شكله ازاي يا ماما؟ مش هما بيقولوا محدش بيشوفه غير الحمار؟ أول ما قلت كده بابا شرق واللقمة في زوره، وكان هيموت من كتر الضحك. أما ماما فشلت الطبق من قدامي وهي بتقولي بعصبية: قومي يلا ادخلي أوضتك ومفيش أكل، عشان تاني مرة تبقي تاكلي وانتي ساكتة. يوميها دخلت أوضتي وأنا في دماغي مليون سؤال. كبرت وكبرت الأسئلة دي معايا من غير أي إجابات، لحد ما دخلت الجامعة وعرفت الأستاذ رؤوف، مدرس علم نفس وفلسفة. كنت بحب محاضراته جدا، خصوصا لما كان بيتكلم عن نظرياته الغريبة وعن عوالم تانية ومخلوقات خفية. كان متمكن في علمه، بيجاوب على أغلب أسئلتي باحترافية. في يوم من بعد ما خلصنا المحاضرة طلبت إني أتكلم معاه شوية عن كام حاجة شغلاني. بصراحة يا أستاذ، أنا بقالي فترة عايشة في صراع نفسي يخص الأديان. يعني ساعات وأنا بصلي بقول لنفسي: أنا بصلي ليه؟ مش يمكن ما فيش إله أصلا؟ دايما عندي شك في وجود ربنا، بحاول أدور على دليل ملموس يخليني أقطع الشك باليقين، بس كل ما بدور بلاقيني بتوه أكتر، ومع الوقت والتفكير الموضوع بقى متعب. بقيت مش بنام بالليل من كتر الصداع اللي في دماغي بسبب كل التفكير في كل الأمور دي. أنا مش عارفة أعمل إيه، يا ريت حضرتك تنصح. أستاذ رؤوف كان بيسمعني وهو بيبتسم بطريقة غريبة، بس بعد ما خلصت كلامي خلع نضارته وقال لي: أنا فخور بيكي جدا يا نهى، وكنت متأكد إن أسئلتك اللي بتميزك عن زمايلك جاية من وعي داخلي كبير، علشان كده أنا هساعدك تفهمي الحقيقة وتبقي في النور.
بعيد عن خرافات الأديان والتاريخ المزور اللي خلى الناس كلها زي القطيع ماشيين بنظام ثابت ومش بيتطوروا. يعني إيه حضرتك تقصد إن شكي ده وعي؟ قمة الوعي يا نهى. إحنا محتاجين نخلي التفكير والمنطق ينتصروا على الخزعبلات علشان نتطور ونخرج من ظلام الجهل لنور العلم. وأنا هقترح عليك شوية كتب تقريهم، وأنا متأكد إنك بعدهم هتبقي شخصية تانية علمية وناجحة، والأهم إن حياتك هتبقى ملكك لوحدك، محدش هيفرض عليكي أي حاجة أنت رافضاها ومش مؤمنة بيها. كلام الأستاذ رؤوف كان بالنسبة لي زي طوق النجاة. حياتي كلها اتغيرت، كنت حاسة إني مقيدة بسلاسل وفجأة اتفكت منها، بس ما كنتش عارفة إن بعض القيود دي اللي كانت بتخنقني هي نفسها اللي كانت بتحافظ عليا من الستات. المهم بدأت أقرأ الكتب اللي اقترحها عليا، كنت حاسة برضا وحرية مطلقة، كنت بعمل كل حاجة نفسي فيها من غير ما أحس بذنب. بس برضو ما كانش عندي الجرأة إني أقول لحد إني قررت أكون شخصية لا دينية، ولأني كنت في آخر سنة في الجامعة كنت محتاجة أركز في دراستي. كنت بتصرف قدام أهلي كأني ملتزمة وده كان بيخنقني. لما خلصت السنة وقربت الامتحانات قررت إني أبعد عن أهلي وعن كل الناس اللي يعرفوني. أجرت شقة صغيرة ونقلت فيها في شهر رمضان. لما سكنت في الشقة دي كنت براحتي على الآخر، لا بصلي ولا بصوم ولا بعمل أي مظهر من مظاهر الإسلام. كنت رايحة من الجامعة للبيت ومن البيت للجامعة، ساعات بروح الجيم أو أي كافيه قريب من البيت. كنت فاكرة إن الرفاهية دي هتستمر، بس للأسف ما حصلش كده. بعد ما خلص رمضان وتحديدا في ليلة عيد الفطر قابلت صديقة ليا من أيام الجامعة اسمها هدى. بصراحة هدى دي بنت كانت شيعة حبتين شوية، كانت عكسنا كلنا، كانت عندها استعداد تعاكس أي شاب معدي قدامها. الغريب إن نهى كانت الشباب بيتقبلوا منها الموضوع ده، كنت بحس إن الموضوع غريب. فسألتها، قلت لها انت ازاي بتعملي كده، وان هو ازاي كمان الشباب بيتبسطوا؟ قالت لي بصي يا نهى، الموضوع بسيط، ابسط مما تتخيل. شباب انواع، نوع بيتعاكس وبيتبسط وده نوع محروم اصلا ان هو يعرف بنات او بيكلم بنات، ونوع بيبقى مكسوف. وفي نوع اللي هو بيسمع الكلام وبيعدي وبيبقى مبسوط من جواه كده بس بخجل. وفي نوع بقى اللي هو الصايع اللي هو ممكن تلاقيه بيجي معايا سكة. كلام هدى أبهرني، بصراحة عندها حق. أغلب الناس بتحكم بالمظاهر، أما اللي جواك محدش بيعرفه. هدى دي كان فيها حاجة جواها أنا ما كنتش قادرة أفهمها، ولاحظت إن هي كمان بتركز على الشباب المتدينة. مرة عكست شاب ملتحي، لما سألتها عن السبب ضحكت وهي بتقول لي بصراحة مش عارفة ليه بحب أعكس النوعية دي، يمكن عشان الشيطان عايزني أعمل كده. ما هو بالعقل، واحد ملتحي وعارف ربنا، طب أنا هعكسه ليه؟ أو هيلفت انتباهي ليه؟ إلا لو الشيطان عايز مني كده، الشيطان عايز يأذيه نفسيا أو يفتنه، وطالما عارفة إن الشيطان عايز كده بنمشي وراه. ليه؟ يمكن عشان أنا شيطانة أكتر منه، ولا يمكن عشان ما في شياطين من الأصل. لا يا نهى، أكيد في شياطين. الدليل إن ما كنتش بعاكس أي حد في رمضان، لأن وقتها الشياطين كانوا محبوسين، بس لما خلص شهر رمضان خرج وأنا رجعت للعادة المنيلة دي. قالت الجملة دي وهي رافعة ايديها للسما وبتقول توب علينا يا رب. أنا كنت بشفق على هدى، شياطين إيه؟ طب ما دام الشياطين محبوسين في رمضان، أمال مين اللي خلاني أخلص الشهر كله من غير لا صيام ولا صلاة ولا إيمان بوجود الإله أصلا؟ نقاشي معاها كان دليل تاني إني ماشية صح. المهم ليلتها خلصت سهرتي مع هدى ورجعت البيت، بس وأنا داخلة حسيت بهوا سخن جدا خبط في وشي، بس ما كنتش فاهمة جاي منين. كبرت دماغي، دخلت الحمام، خدت شاور سريع ورحت اوضتي، مددت ونمت. نص الليل كده سمعت صوت
واطي جدا، صوت حد بيعيط وهو بيقرأ قرآن. كنت عايزة أعرف الصوت ده جاي منين، بس حسيت جسمي تقيل قوي. قمت من السرير بصعوبة، بصيت ناحية مصدر الصوت، لقيت في حد قاعد في ركن الأوضة ومديني ظهره، لابس جلابية بيضة ومولع شمعة وماسك مصحف وبيقرأ. كنت هتجنن. مين ده؟ دخل شقتي ازاي أصلا؟ مديت إيدي علشان أنور الأباجورة اللي جنبي. أول ما شغلت النور لقيت الشخص ده اختفى. بدون ما أحس بكل تلقائية لقيت نفسي بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثواني من الصمت والذهول، بعدها ضربت نفسي على دماغي وأنا بضحك وبقول فوق يا بت، إله إيه وشيطان إيه، هنرجع للهبل والتخلف ده تاني؟ أول ما قلت كده لقيت ألم نزل على وشي لدرجة إن خدي ورم. بقيت ببص حواليا بخوف، وخرجت من الأوضة ومن الشقة كلها وأنا مش فاهمة إيه اللي حصل. قعدت على السلم يوميها وأنا بحاول أقنع نفسي إني شفت كابوس، أكيد كابوس. لما هديت رجعت دخلت الشقة، بس كنت خايفة جدا. الليلة عدت وتاني يوم الصبح صحيت على خبط على الباب الشقة. لما فتحت لقيت ست حامل واقفة قدامي، معاها راجل صاحب خروف. أول ما شافتني قالت لي صباح الخير، ممكن تناديلي الشيخ جعفر؟ قلت لها جعفر مين؟ يوه، الشيخ جعفر صاحب الشقة، حكيم أنا جبت له النذر اللي وعدته بيه. قلت لها حضرتك غلطانة في العنوان، دي شقتي أنا دلوقتي. الست بصت لرقم الشقة وهي بتقولي مستحيل، دي شقة الشيخ جعفر، هو أنا هتوه عنها؟ قلت لها يا ستي والله دي شقتي أنا، أجرتها من شهر، تحبي أوريكي عقد الإيجار عشان تتأكدي؟ يا لهوي، هو الكلام ده بجد؟ أمال الشيخ جعفر راح فين؟ لا أنا لازم أسد الدين النذر اللي عليا قبل ما أولد، وأنا إيش عرفني الشيخ جعفر راح فين؟ بعد إذنك قفلت في وشها الباب. دخلت أعمل فطار وأنا متوترة بسبب ليلة امبارح، بس أول ما حطيت الفطار وقعدت أفطر الباب خبط تاني. أما فتحت لقيت بنت عندها 12 سنة شايلة صينية فيها طاجن بامية سخن وطبق رز. أول ما شافتني ابتسمت، هي بتقولي اتفضلي، ده أمي بعتين عشانكم، بتقولك سلمي على الشيخ جعفر وقولي له كتر خيرك، بابا رجع البيت من 3 أيام وبقى زي الفل. البنت سابت الصينية في إيدي وجريت. أنا كنت مبرقة ومش فاهمة حاجة. مين جعفر؟ وليه كل شوية حد يسألني عليها؟ بس يوميها ما فكرتش بسبب ريحة طاجن البامية اللي سحرتني. والله كان بقالي كتير قوي ما كلتش أكلة زي دي. دخلت الشقة وقفلت الباب وحطيت الطاجن على الترابيزة. رحت المطبخ أجيب رغيف عيش وأنا بضحك افتكرت مشهد محمد هنيدي وصعيدي في الجامعة الأمريكية لما استلم الكباب والكفتة بدل المعلم فوزي. بدأت أكل، بس بعد ثواني كده حسيت بمصيبة. بصيت للطاجن لقيت قطع اللحمة اللي فيه نقصت. أنا كنت متأكدة إنها كانت أكتر من 8 قطع، بس دلوقتي 4 قطع. استغربت كده وبطلت أكل. بصيت للطاجن وأنا بحاول أفتكر كويس عدد القطع اللي شفتها. بعد كده شلت الطاجن في التلاجة ولبست وخرجت من البيت عشان أغير جو. اتمشيت وقعدت في كافيه، وبعد أكتر من 4 ساعات رجعت الشقة. لقيت ناس كتير ملمومين حوالين باب الشقة. دخلت بينهم عشان أفهم عايزين إيه. كلهم كانوا عايزين الشيخ جعفر. اتصلت بصاحب العمارة وطلبت منه إنه يجيلي. لما وصل فهمت منه إن الشيخ جعفر كان ساكن في الشقة دي قبلي، وكان شغال معالج روحاني، مكانش بيقابل حد في رمضان. بس من شهر ونص توفى بأزمة قلبية حد محدش عرف إلا لما ريحته فاحت. الناس اللي كانت مستنياه انهارت من العياط، تقول جعفر ده كان من بقية أهلهم. سبتهم ودخلت شقتي وأنا مش فاهمة ومش عارفة إيه كمية البلاوي اللي بتتحدف عليا مرة واحدة دي. قلت عشان أنسى طلع طاجن البامية وأقعد أكل فيه. وأنا بقعد أكل كده بقول لنفسي حظك وحش يا شيخ جعفر، فاتك حتتين طاجن بامية.
تحفة. وأنا باكل لقيت في طاجن البامية قطعتين لحمة بس. أنا متأكدة إن أنا لما شلت طاجن البامية في التلاجة كان فيه 4 قطع. حسيت إني هتجنن. شلت الطاجن باللي فيه ورميته في الزبالة. قمت عملت أكل خفيف وأكلت بسرعة، وغسلت المواعين وحطيتهم جنب الحوض. فجأة الباب خبط تاني. قلت يا دي النيل على الشيخ جعفر اللي مش هنخلص منه، هيقرفني في عيشتي. رحت فتحت الباب، لقيت ست منقبة مش باين منها غير عينيها. السلام عليكم. هو الشيخ جعفر؟ لا، مش أنا الشيخ جعفر، والشيخ جعفر مات وشبع موت، وأنا سكنت هنا بداله. البنت رفعت راسها وقالت لي الله يرحمه، أنا عارفة إنه مات، فأنا جاية عشان أتكلم معاكي. بصراحة حسيت إني أنا مش عايزة أكسفها، فقلت لها اتفضلي. قالت لي بصي أنا مش هطول عليكي، أنا عايزة أقولك إن يا ريت تفضي الشقة دي خلال 3 أيام. شقة إيه اللي أفضيها خلال 3 أيام؟ الشقة اللي انتي ساكنة فيها دي. قلت لها وده ليه إن شاء الله؟ تطلبي مني أسيب شقتي بصفتك إيه؟ قالت لي عشان دي شقة الشيخ جعفر أبويا، هو كان عايش هنا لوحده، ولما تعب ملحقش يجدد العقد، واحنا انشغلنا في الدفنة والعزا مكناش نعرف ان الشقة اتعرضت للإيجار. ياريت تستردي المقدم اللي انتي دفعتيه وتفضيه، ولو رفضتي مش من مصلحتك ترفضي، انتي مش هتبقي قد اللي سابه ابويا في الشقة، خصوصا اللي واقف وراكي دلوقتي. بصيت ورايا بكل رعب وقلت لها انتي بتهزري صح؟ قالت لي هو موضوع زي ده فيه هزار؟ قلت لها بصراحة لأ، ما ينفعش فيه هزار، بس أنا دفعت مقدم 6 شهور والعقد مدته 5 سنين، يعني مش هسيبها، وتفضلي من غير ما تروض روحي دوريلك على سكن تاني يا شاطرة. ردت وهي متضايقة ما ينفعش أدور على سكن تاني، أنا عايزة شقة أبويا، وبالذوق أو بالعافية الشقة لازم دي ترجع، وإلا وإلا هيحصل لك. ردت وهي متضايقة ما ينفعش أدور على سكن تاني، أنا عايزة شقة أبويا، بالذوق أو بالعافية الشقة دي لازم ترجع، وإلا اللي هيحصل لك أنتي مش قده. إيه ده؟ ثواني، أنتي بتهدديني؟ اعتبريه زي ما تعتبريه، أنتي لو فضلتي في الشقة دي هتشوفي بلاوي. حس كده أنا مش هسيب الشقة، وروحي اشربي من البحر. أنتي إزاي مش خايفة من الجن والعفاريت اللي فيها؟ ضحكت وقلت لها مش خايفة، عشان ما فيش حاجة اسمها جن وعفاريت أصلا. قالت لي انت ازاي بتقولي كده؟ دول مذكورين في القرآن الكريم، انت كافرة ولا ايه حكايتك؟ رديت عليها وقلت لها ايوه بالظبط كده، انا كافرة وملحدة كمان، ليكي شوق في حاجة؟ البنت بصت لي بتركيز غريب، بعدها طلعت ورقة من شنطتها وادتها لي وبتقول لي ده رقم موبايل، لما تحبي تسيبي الشقة وتتعالجي من أذاهم كلميني وانا هساعدك لوجه الله اللي انتي مش مؤمنة بيه، بس افتكري كلامي كويس عشان هيجي يوم وربنا هيخليكي تركعي له غصب عنك. أخدت الورقة منها وقلت لها بثقة إن شاء الله هكلمك كمان 5 سنين لما العقد يخلص وأجدده تاني. البنت مترددتش ونزلت. فجأة لقيت صاحبتي هدى طالعة السلم جاية ناحيتي. أول ما شافتني بصت لي بدهشة وبتقولي ازيك يا نهى، تحكي لي موقف حصل لها. بتقول لي انا من شويه حصل لي موقف وانا طالعه على السلم. تقول لي انا اتضربت بالقلم. سألتها وانا بضحك بقول لها البنت المنتقبه اللي نزلت من شويه هي اللي ضربتك ولا ايه؟ قالت لي يا ريت كانت هي. قلت لها امال مين يا اخرة صبري؟ قالت لي مش عارفه، هي عدت من جنبي لما بعدت شويه وانا ببص لها كده، بس فجأة حسيت بألم نازل على وشي. قلت لها انت بتهزري؟ قالت لي اقسم بالله ما بهزر، وشي لسه سخنه اهو من اثر الضربه. بصيت لي وش هدى وكان في اثر صوابع على خدها الشمال.
ساعتها افتكرت الألم اللي خدته ليلة العيد لما رجعت من بره. بس ازاي كده؟ وازاي ما عنديش تفسير منطقي للي حصل؟ فضلت واقفة مبرقة لحد ما هدى فوقتني من سرحاني. طلبت منها إن هي تدخل الشقة، ولما دخلت قعدت وسألتني عن البنت المنقبة دي إيه حكايتها. حكيت لها الحكاية، فهدى فزت من مكانها وهي بتقولي يا نهار مش فايت، يعني احنا دلوقتي قاعدين في شقة مسكونة بالجن والعفاريت؟ قلت لها يا بنتي اهدي واقعدي مكانك، هو في حد عاقل اصلا يصدق التخاريف دي؟ لا البنت دي كانت بتقول اي كلام عشان اسيب لها الشقة. قالت لي لا يا نهى، البنت دي مش عادية، البنت دي اكيد مخاوية. البنت دي بصت لي بصة كده غريبة بغضب، وحسيت ان عينيها اتحولت للون الاسود، وبعدها على طول في ايد خفية ضربتني بالقلب. ده معناه حاجة واحدة بس. قلت لها حاجتي بقى يا سيادة المحققة، يا نهى انا مش بهزر، البنت دي مش كدابة، الشقة دي اكيد فعلا مسكون. اول ما هدى قالت الكلمة دي لقيت الكوباية اللي على الترابيزة وقعت على الارض لوحدها واتكسرت ل 100 حتة. هدى فزت من مكانها للمرة التانية وهي بتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش بقولك الشقة مسكونة؟ أنا ماشية يا ستي مش هعتبها تاني. في اللحظة دي نهى خدت بعضها ونزلت جري، أما أنا فما بقتش فاهمة حاجة وحاسة بالتوهان. يوميها بعد ما لميت إزاز الكوباية ورميته في الزبالة، قربت من الحوض عشان أغسل إيدي. اتصدمت لما لقيت المواعين اللي أنا لسه غسلاها من شوية محطوطين تاني في الحوض كأني ما غسلتهمش. فضلت واقفة ببص لهم بصدمة وبحاول أفتكر وأنا غسلتهم ولا أنا كان بيتهيألي. بعدين فجأة في صوت قطع تركيزي، صوت حركة حصلت ورايا مع صوت بيهمس في ودني بيقولي اغسليهم تاني يا نهى. اتخضيت وبصيت ورايا بسرعة بس ما كانش في أثر لحد. قلت بصوت مسموع يخرب بيتك يا جعفر، على بيتك، على بيت الساعة اللي عرفتك فيها. خدت نفس عميق كده ورجعت أبص تاني للحوض. لقيت الحوض فاضي، لقيت المواعين اللي أنا غسلاها محطوطة مكانها. استغربت وقلت لنفسي لا بقى أكيد كده اللي بيحصل ده مش حقيقي، دي أوهام من عقلي الباطن، أو كلام البنت المنتقبة ده وكلام هدى أثروا عليا وخلوني أتخيل حاجات مش حقيقية. أنا لازم أفوق. خرجت من المطبخ وغيرت هدومي وقلت أنزل أتمشى وأشم هوا. قضيت النهار كله بره، رجعت البيت حوالي الساعة 7:30 بالليل كده. بس قبل ما افتح الباب سمعت صوت جاي من جوه الشقة، صوت بنت بتصرخ وكأنها بتتعذب. مش هنكر اني خفت ومليون فكرة جت في دماغي، ولما فتحت باب الشقة بالراحة الصوت بقى أعلى مع ان الشقة كانت ضلمة. حاولت أشغل النور ما كانش بيشتغل. طلعت موبايلي وفتحت الكشاف وأنا ماشية بتردد رهيب ناحية الصوت. كنت بحاول أكدب وداني، أكيد وهم. لما وصلت لمصدر الصوت لقيت راجل قاعد في وسط الصالة ومعاه 3 ستات، 2 منهم منتقبين ماسكين بنت عندها حوالي 20 سنة مثبتينها على الأرض. الشيخ كان بيرقيها وهي بتصرخ. ملامح البنت كانت مرعبة، عينيها سودة تماما ووشها أزرق. الراجل كمل قراية لحد ما البنت بدأت تترفع عن الأرض. المشهد بقى صعب جدا. فجأة البنت بصت لي، بدأت تلف دماغها بطريقة مخيفة. ما استحملتش ورجعت بظهري لورا عشان أسيب الشقة وأخرج. بس أول ما لفيت لقيت نفسي البنت واقفة في وشي وهي بتبتسم بخبث. فجأة مسكتني من رقبتي وبدأت تخنقني. كنت بحاول أقاومها بس كانت أقوى مني بكتير. حسيت إني خلاص هموت. الثواني عدت عليا زي السنين. غمضت عيني واستسلمت، بس وأنا مغمضة سمعت صوت أمي كأنها بتكلمني وأنا طفلة. لما تدخلي البيت سمي الله عشان الشيطان ما يدخلش معاكي. نهى يا بنتي صليتي ولا لسه؟ لو ختمتي جزء عامة هشتريلك هدية كبيرة. يلا رددي وراي لا إله إلا الله، الله أكبر. صوت أمي اتخلط بصوت الأذان، الله أكبر لا إله إلا الله. فتحت عيني وأنا
ممددة في الصالة، وحاسة إن الشقة بتتهز بيا. قمت بصعوبة وبصيت للساعة، كانت الساعة 8:30 بالليل، يعني الأذان ده كان أذان العشاء. لمحت كشاف الموبايل لسه شغال جنبي، فاتأكدت إن كل اللي شفته ده كان حقيقي، ولا يمكن أنا مريضة ومحتاجة دكتور نفسي. كنت لسه بكابر، مش عايزة أقتنع إن في جن أو عفاريت، لأن لو اقتنعت يبقى ربنا موجود، بس أنا مش عارفة مالي. قاومت عجزي وخرجت من الشقة، رحت قعدت في كافيه وطلبت قهوة كتير جدا. فضلت حوالي تقريبا قاعدة لغاية الفجر وأنا بحاول أفهم اللي بيحصل معايا. فقررت إن أنا خلاص لازم أروح لدكتور نفسي. المهم لقيت عيادة قريبة من البيت، دكتورة اسمها أماني مصطفى. حجزت ميعاد الكشف بتاعي، دخلت وحكيت لها كل حاجة حصلت معايا. بس بعد ما خلصت لقيتها بتبتسم وهي بتقولي: يا أستاذة نهى، إياكي تستخفي بقدرات عقلك. الكشف المبدئي بيقول إنك بتعاني من فرط تفكير وتركيز عالي جدا، ده في حد ذاته مشكلة. انت محتاجة فترة نقاهة، وضروري تشغلي نفسك بأي نشاط بدني، عشان كتر التفكير والسهر من أهم مسببات الهلاوس السمعية والبصرية. أنا هكتبلك على شوية أدوية تاخديها لمدة 3 أيام، وبعدها ترجعي شوفي لو هنحتاج جلسات علاج نفسي ولا هنكتفي بتغيير روتين حياتك مع شوية مهدئات. خدت الروشتة ونزلت الصيدلية، اشتريت الأدوية، ووقفت التاكسي وطلع بيا على البيت. بعد ما وصلت طلع السلم وأنا مرعوبة، ووقفت قدام باب شقتي وكنت مرعوبة جدا إن أنا أدخلها. في دماغي مليون سيناريو. قربت كده من باب الشقة وحطيت ودني عشان أسمع مفيش صوت، لحد ما لقيت حد بيلمس كتفي وهو بيقول لي: انت بتعملي ايه هنا؟ بصيت ورايا، لقيت مختار صاحب العمارة. فتحت باب شقتي وانا بقول له بصوت مهزوز: مش بعمل حاجة، بفتح باب الشقة. مختار ما ردش عليا، بس قبل ما يدخل قال لي: بيسمي الله وانت داخلة. دخلت وقفلت الباب ورايا ورحت اوضتي، بدأت اجهز شنطتي. كنت مقررة ان انا هروح بيت اهلي كام يوم كده هدي اعصابي. بعد ما لميت حاجتي دخلت الحمام اغسل وشي، بس وانا في الحمام ببص في المراية لقيت على رقبتي آثار كدمات زرقاء متشكلة على هيئة صوابع، والنور بدأ يترعش. سمعت صوت بيهمس باسمي، خفت وجريت ورحت ناحية باب الشقة عشان أخرج، بس لما حاولت أفتحه ما فتحش، والنور فجأة انطفى، وحسيت إيد بتلمس ظهري وصوت بيقول لي: عايزة تهربي على فين يا نهى؟ في اللحظة دي فقدت الشعور تماما، وبدأت أصرخ زي المجانين وأنا بحاول أفتح الباب. مفيش ثواني الباب اتفتح، شفت اللي عمري ما كنت أتخيل إن أنا أشوفه. كأني فتحت باب مدافن قديمة والدم اتجمد في عروقي. ما كنتش مصدقة اللي شايفاه. حسيت بحد بيزقني ناحية المكان الغريب ده. وقعت على الأرض وأنا ببص حواليا بخوف رهيب. كنت جوه مقابر قديمة وواسعة. هو أنا فين؟ هو ده حقيقي ولا ده كابوس؟ ولا إيه اللي بيحصل؟ بس الخوف والرعب سيطروا عليا، وعقلي كان رافض يصدق اللي بيحصل. فضلت أصرخ وأبص حواليا، كنت وسط مقابر مفيش غير الميتين. بس بعد ثواني حاولت أهدى، فضلت أمشي وما كنتش عارفة أنا رايحة فين ولا أجي منين. كل شوية كنت بلمح خيالات سودة بتستخبى ورا القبور. بقيت بهرب من الخيالات دي وأنا عاملة زي الطفلة التايهة. بس وقعت من المشي، قعدت أعيط بحرقة لأن ما كانش ليا حد ألجأ له. أخيرا استسلمت، سجدت على الأرض وأنا بقول: يا رب، يا رب، لو أنت موجود فعلا خلصني، وأنا عمري ما هنكر وجودك تاني. خلصني من اللي أنا فيه، أنا ما بقاش ليا غيرك دلوقتي. لو شايفني سامحني يا رب، لو مش عشاني فعشان أمي. كنت منهارة. افتكرت كلام بنت الشيخ جعفر لما قالت لي إنه هيجي وقت وربنا هيخليني أركع له غصب عني، وديني ركعت له.
بس يا ترى هينقذني؟ أول ما السؤال ده جه في دماغي سمعت صوت حد من بعيد بيقول: انتي يا بنتي، انتي بتعملي ايه هنا؟ رفعت راسي وبصيت ناحية الصوت، لقيت راجل لابس جلابية لونها ترابي شايل بندقية جاي ناحيتي وهو بيسألني: ما تتكلمي، انتي بتعملي ايه هنا؟ انتي بتدفني أسحار ولا بتسرقي جثث الميتين؟ ما كنتش مصدقة نفسي وانا بقوله: والله العظيم انا مش دجالة ولا تاجرة اعضاء، انا تايهة ومش عارفة ازاي وصلت هنا. انا في عرضك خرجني من الحتة دي. تايهة ازاي؟ لا مؤاخذة، انت مش عارفة يعني ان انت دي منطقة مقابر؟ عارفة والله، بس حقيقي انا مش عارفة ازاي وصلت هنا. لو حكيت لك الحكاية هتقولي اني مجنونة. قال لي: طب قومي تعالي معايا. قمت وانا بحمد ربنا، نفضت التراب من على هدومي ومشيت مع الراجل ده. وصلنا الأوضة في وسط المقابر. الراجل كتر خيره عمل لي كوباية شاي، وعرفت إن اسمه أيوب وشغال ترابي وغفير بيحرس المقابر من تجارة الأعضاء والدجالين. لما سألني أنا هنا بعمل إيه، حكيت له الحكاية من أولها لآخرها، وأنا بحكي كان مركز معايا ومقطعنيش لحد ما خلصت. بعدها قال لي: مع إن حكايتك دي صعب تتصدق بس أنا مصدقك. عارفة ليه؟ عشان أنا زيك عشت تجارب كتير قوي مع الجن بحكم شغلانتي هنا، وأنا متأكد إن اللي يقدر يشيل عرش بلقيس ملكة سبأ من بلد لبلد قادر ينقلك من شقتك لغاية هنا. حصل يا عم أيوب. بس تعرفي أنا برغم اللي حصل مش زعلان، بالعكس. حصل يا عم أيوب، بس تعرف أنا برغم اللي حصل لي مش زعلانة، بالعكس. لولا اللي حصل ده أنا كنت هبقى زي الميتين اللي هنا، جثة ملهاش قيمة ولا هدف في الحياة. فقال لي: إني بتقولي كده يا بنتي؟ إحنا غاليين عند ربنا، ما خلقناش عبث. قلت له: ونعم بالله يا عم أيوب، أنا صدعتك بحكايتي، فلو تسمح يعني أنا محتاجة أنام ساعة لحد ما النهار يطلع. قال لي: أكيد يا بنتي، خدي راحتك. سبت عم أيوب ورحت ناحية ركن كده في الأوضة، وكنت هموت وأنام. والأول مرة من فترة طويلة حسيت براحة وأنا نايمة، نمت بعمق. بعدها صحيت على صوت عم أيوب وهو بيصحيني عشان أصلي مع الفجر. قمت اتوضيت وصليت لأول مرة من فترة طويلة. ساعتها حسيت بالسلام الداخلي والراحة. بس كنت بسأل نفسي: إزاي يعيش الإنسان من غير أمل؟ إزاي يختار يلغي قيمة وجوده بإنكار الذات الإلهية اللي اديته فرصة الحياة؟ يعني هنخسر إيه لو آمنا بوجود إله نلجأ له في الشدة؟ فجأة صوت عم أيوب قطع سرحاني وهو بيقول: أنا عندي مشوار ضروري لازم أقضيه قبل ما النهار يطلع. لو تحبي أوصلك لباب المدافن عشان تخرجي منها وتروحي. قلت له: يا ريت والله يا عم أيوب، جميلك ده أنا عمري ما هنساه طول عمري. قال لي: العفو يا بنتي، الناس لبعضين. مشيت ورا عم أيوب لغاية ما قربنا من بوابة قديمة ومكسرة. قال لي: بصي يا نهى، لما تخرجي من البوابة دي هتلاقي قدامك شارع، خليه يمينك، افضلي ماشية لغاية اما هتلاقي كشك سجاير. صاحب الكشك ده واد في سنك تقريبا واسمه حسين، قولي له انك جاية من طرف أيوب الترابي وهو هيساعدك. تمام كده؟ قلت له: تمام يا عم أيوب، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. قال لي: العفو يا بنتي، ربنا معاكي. مشيت ناحية البوابة، ومع خروجي لقيت كوم تراب محطوط قدامها، ما كانش فيه لا شارع ولا غيره. بصيت ناحية عم أيوب عشان أسأله فين الشارع، بس لقيته اختفى، والدنيا كانت لسه ضلمة. قعدت أنادي: عم أيوب، يا عم أيوب، أنت رحت فين؟ وفين الشارع اللي همشي فيه؟ ده مفيش غير تراب وزرع. بس مفيش رد. ما كانش قدامي غير إني أمشي على وصف عم أيوب. فعلا مشيت، وبعد مسافة النهار طلع، ولقيت فعلا كشك قدامي وجنبه بيوت قديمة. لما وصلت الكشك ده لقيت طفل عنده 7 سنين. سألته: مش ده كشك حسين؟ مش ده كشك حسين؟ أيوة ده كشك عم حسين. طب هو فين؟ الطفل شاور ورايا، وبصيت لقيت راجل في حدود 50 سنة جاي ناحيتي.
أول ما وصل قال لي سلام عليكم. قلت له عليكم السلام. حضرتك حسين صاحب الكشك؟ قال لي أيوة أنا حسين، أنت مين؟ قلت له أنا نهى جاية من طرف عم أيوب الترابي، بصراحة أنا تايهة هنا من امبارح، محتاجة عربية توصلني. الراجل فضل مبرق ناحيتي وهو بيقول لي أيوب مين؟ أنت أكيد بتهزري. عم أيوب الترابي؟ عم أيوب الترابي مات من يجي 20 سنة. قلت له مات ازاي؟ أنا بقولك كان معايا امبارح. قال لي معاكي فين بالظبط؟ قلت له في المقابر. قال لي فهمت. بصي يا بنتي، المقابر اللي هناك دي مهجورة من أكتر من 20 سنة، وعمك التربي أيوب الله يرحمه اتقتل جواها، ومحدش عارف مين قتله. ناس بتقول تجار أعضاء وناس بتقول سحرة، والعلم عند الله. أنا فضلت بصة لحسين بصدمة، حسيت إني دايخة. حسين طلب من الولد اللي كان معاه كرسي، قعدني عليه وجاب لي عصير. بعدها قعد جنبي وبصلي وقال لي ده انتي حظك حلو انك خرجتي من المقابر دي حية، اصلا ما عادش حد بيدخلها، بيقولوا انها مسكونة، بس انتي اللي خلاكي تدخليها اصلا. قلت له انا خايفة احكي لك الحكاية تطلع انت كمان عفريت. الراجل ضحك وهو بيقول لي ما عفريت الا بني ادم يا ست الاستاذة. قلت له معلش ممكن تشوف لي تاكسي يوصلني لبيتي؟ حسين كتر خير وكلم حد من معارفه وخلاه يوصلني بعربيته، دفع الأجرة من جيبي. رجعت الشقة، بس المرة دي كان صعب إن أنا أدخلها، كانش عندي الجراءة، بس في نفس الوقت كنت محتاجة مساعدة، محتاجة أفهم إيه سر الشقة دي. ساعتها افتكرت الورقة اللي فيها رقم بنت الشيخ جعفر، قلت مفيش غيرها هتساعدني. فتحت باب الشقة ودخلت. المرة دي سميت. والله مش متخيلة القوة اللي حسيت بيها مجرد إني ذكرت اسم ربنا. دخلت الأوضة، لقيت شنطة هدومي زي ما هي على السرير، بس سمعت صوت البنت اللي بتعيط، بس غصب عني خفت. بس بدأت أقرأ قرآن، الصوت اتحول لصراخ ونهيب. تجاهلت ده كله، بدأت أدور على الورقة اللي أخدتها من بنت الشيخ. لقيتها، فتحتها وكان فيها رقم موبايلها، بس تحت منه في رسمة غريبة وعلامات وحروف مش مفهومة. عملت سيرش على الرموز دي واتصدمت لما عرفت إنها طلاسم. طبقت الورقة وجيت أخرج، سمعت خبط على مراية التسريحة، بصيت لقيت كلام اتكتب عليها بالدم: ساعديني أنا بموت، خليهم يسيبوني هو هيقتلني. بعدها الكتاب اختفت وظهر اسمي نهاد. أنا جريت بسرعة ورا الشقة، اتصلت ببنت جعفر، قلت لها أنا عايزة أسيب الشقة، ممكن نتقابل؟ البنت وافقت على طول. بعد أقل من ساعة لقيتها قدامي. أول ما جت رفعت الورقة في وشها وقلت لها إيه ده؟ البنت اتربكت وهي بتقول لي ده رقمي. قلت لها واللي تحته ده إيه؟ قالت لي اللي تحته دي رسمة عادية عادي. قلت لها رسمة عادية ولا سحر؟ أنا هبلغ عنك وهوديك في 60 داهية. فتحت موبايلي وقبل ما اتصل لقيتها بتقولي بخوف كده: اقسم بالله ده مش سحر، والله العظيم ده مش سحر، ده طلسم عادي. قلت لها يا سلام كده هتفرق قوي. قالت لي ايوه طبعا تفرق، السحر بيأذي انما الطلسم مش بيعمل كده. قلت لها مش بيعمل كده ايه؟ امال المصايب اللي حصلت في الشقه دي معايا ايه؟ قالت لي نسميها البصيره. قلت لها افندم بصيرة ايه؟ قالت لي ايوه انا ما حاولتش اذيكي، كل الحكايه ان خليتك تشوفي المستخبي مش اكتر. كتبت الطلسم ده للضروره، اي حد بيلمسه خادم الطلسم بيتلبسه، بيخليه يشوف الجن والقرين. لما قلتلك انك مش هتستحملي اللي في الشقه وخصوصا اللي واقف وراكي ما كنتش بكذب، انا فعلا كنت شايفه حاجه وراكي وحذرتك، بس انتي اللي صممتي تركبي دماغي. خلاص طالما هي المشكلة كلها في الورقة دي، خلاص خدي الورقة اهي، كده كل حاجة هتنتهي. قالت لي انتي فاكرة الموضوع بالبساطة دي؟ هما مش هيخلوكي ترتاحي حتى لو بطلتي تشوفيهم. قلت لها يعني انتي متأكدة؟
ازاي يعني؟ ما انا بقالي شهر عايشة في الشقة، ما شفتش اي حاجة وحشة غير لما شفت وشي. بس لما رجعت كده بالذاكرة افتكرت كذا حاجة حصلت لي قبلها. بعدين طلع انت ما كنتش انتي كنتش بتشوفي حاجة خالص عشان لا. بس لما قالت لي كده رجعت بالذاكرة لورا، فعلا حصل لي كام حاجة قبل ما هي تيجي. سألتها عن السبب، فردت عليا قالت لي ان انا ما كنتش بشوف حاجة وحشة عشان انا لما اجرت الشقة اجرتها في رمضان، وده معروف ان شهر مبارك ربنا بيحبس فيه عتاولة الجن والشياطين. اما شياطين الانس اللي زيك للاسف بيفضلوا واخدين راحتهم عادي. كلامها ده كانت بتلقح عليا عشان انا كنت قلت لها في اول مرة اتقابلنا اني كافرة وملحدة. بصراحة كلامها كان واقعي، انا فعلا شيطان. لا شيطانة ايه، ده انا كنت اسوأ من الشياطين نفسهم، لان الشياطين نفسها ما تجرأتش تنكر وجود ربنا. المهم طلبت منها حل، قالت لي الحل الوحيد انك تسيب الشقة. ماشي هسيب الشقة، بس الاول قوليلي انت ليه مصممة تقعدي فيها؟ قالت لي عايزة اساعد الناس اللي اتأذت بسبب ابويا. قلت لها مش ابوكي كان شيخ؟ قالت لي لا للأسف، ابويا كان ساحر، كان بيمارس كل انواع السحر. قلت لها طب وانت ايه؟ قالت لي انا ايه؟ قلت لها انت زيه يعني؟ قالت لي لا، انا بستعمل نوع واحد بس من السحر، هو السحر الابيض. قلت لها ايه السحر الابيض ده؟ قالت لي ده السحر اللي بيفك الاعمال اللي ابويا كان بيعملها، بيصرف الجن اللي بيتلبس الانسان، يعني بحارب الجن المؤذي بالجن الطيب. قلت له هو ده كده حلال؟ قالت لي انا مش عارفه بصراحه، بس طالما بساعد الناس فاكيد مش حرام، فما اظنش انه حلال طالما اسمه سحر. البنت سكتت شويه وبعدها قالت لي لما ابطل الاعمال اللي ابويا عملها واذى بيها الناس ساعتها هبط، كده هكون مرتاح. طيب سؤال اخير، هي مين نهال؟ عينيها وسعت قوي ودمعت وهي بتقول لي انتي سمعتي الاسم ده منين؟ توقعت ان هي تكون عارفاها. قلت لها انا عايزه اعرف ايه حكايتها ووعدك اني هسيب لك الشقه. البنت قعدت تحكي تقول لي نهال دي اختي، تعرضت لمس عايشه من وهي طفله صغيره بسبب جلسه صرف ابويا كان عملها في الشقه، ولسوء حظها المس كبر معاها وبقى صعب. لما ظهرت أعراضه أبويا قال إن هو هيعرف يعالجها ويصرف المس، بس في وقت جلسة الصرف الجن نطق على لسانها وهدده وقال له لو حاولت تصرفني تاني هقتل بنتك وبعدها هقتلك. أبويا اتجاهل التهديد ده، حاول يصرفه بكل الطرق لحد ما الجن خرج، بس خرج مع روح نهال. نهال ماتت بسكتة دماغية، بس أبويا من جبروته دفنها من غير ما يقول لحد السبب الحقيقي لوفاتها، عشان ما حدش يقول إنه شيخ ضعيف معرفش يعالج حتى بنته. بعد عزا نهال بأيام بقينا بنشوفها في الشقة ونسمع صوتها كل يوم وهي بتصرخ وبتستنجد بينا. أنا وأمي ما استحملناش، حاولنا نقنع أبويا إنه يسيب الشغلانة دي نروح نسكن في حتة تانية، بس هو زي ما هو رفض. فقررنا نسيبه براحته، رحنا قعدنا عند خالي. في يوم أبويا اتصل بيا وده كان قبل ما يتوفى بأسبوع، كان بيعيط وهو بيقول لي أنا تعبان يا بنتي مش عارف أنام، نهال بتظهر قدامي كل ليلة وهي بتعيط، أنا حاسس إن موتها ده عقاب من ربنا على اللي كنت بعمله في الناس، بس أنا خلاص هتوب مش عايز حاجة غير إن ربنا يسامحني. فعلا آخر فترة في حياة أبويا كنت بلاقيه ماسك المصحف وبيقرا بخشوع وساعات بعياط. قبل وفاته ب3 أيام طلب مني ما حاولش أجي الشقة لأي سبب من الأسباب عشان كان خايف عليا، قال لي إنه مش عايز يخسرني زي ما خسر أختي، وحذرني وقال لي اوعي تيجي هنا يا منال. أنا للأسف ما جيتش،
بس اتضح إنه بعدها بساعات اتوفى بنفس الطريقة اللي نهال ماتت بيها، سكتة دماغية. واحنا عرفنا بوفاته متأخر. منال خلصت الحكاية وأنا ما كنتش قادرة أصدق إن اللي سمعته. يعني شيخ م- منال خلصت الحكاية وأنا ما كنتش قادرة أصدق اللي سمعته. يعني شبح البنت اللي بيظهر في الشقة حقيقي. مش بس كده، حتى شبح جعفر اللي شفته بنفسي كان حقيقي. كده مفيش مهرب. الشقة دي ما بقتش تنفعني. يوميها سلمت المفاتيح لمنال، وبعدها بيومين رجعت لي المقدم بتاع الشقة كامل، وشكرتني إني تفهمت حاجتها للمكان. بصراحة أنا اللي كان لازم أشكرها، عشان خلصتني من الشقة المعفرطة دي. ورجعت قعدت في بيت أهلي وأنا بحمد ربنا على التجربة المرعبة دي، اللي لولاها ما كنتش رجعت لربنا. كان زماني تايهة من غير هدف. لحد هنا تكون حكايتي خلصت. وأتمنى بجد من كل اللي سمعها يدعيلي إن ربنا يثبت قلبي على دينه، يرزقني اليقين اللي من غيره مش هعرف أعيش مرتاح. رجعت قعدت في بيت أهلي وأنا بحمد ربنا على التجربة المرعبة دي، اللي لولاها ما كنتش رجعت لربنا. كان زماني تايهة من غير هدف. ولحد هنا تكون خلصت حكايتي. أتمنى بجد من كل اللي سمعها يدعيلي إن ربنا يثبت قلبي على ديني، ويرزقني اليقين اللي من غيره مش هعيش مرتاحة ولا حاسة بالسلام اللي أنا حاسة بيه دلوقتي.